تحذير من سيارات وارد الخارج وذوي الهمم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وكسري وارد الخارج. طبعا الفيديو ده بنوضح فيه السيارات اللي هي جايه من الخارج أو من سيارات ذوي الهمم. طبعا بيكون فيها مشاكل كتيرة جدا زي ما موجود معانا. العربية اللي معانا طبعا عربية 2019 فيها كارثة كبيرة وفيها شغل في الحوض زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الحوض بتاع العربية مشغول وفي حادثة قوية جدا. الحادثة دي مؤثرة في الحوض وسلاح الرفرف زي ما احنا شايفين، وعن الشغل واضح في الصدر الداخلي للعربية. طبعا العربية طبعا كان فيها حادثة كبيرة جدا. احنا طبعا الهدف من الفيديو ده التوعية للناس اللي بتجيب العربيات من الخارج، لان العربية لو جت ونزلت مصر طبعا صعب ان انت بترجعها. فبتتأكد العربية اللي انت بتشتريها من الخارج بتتصور العربية ان العربية سليمة ما يكونش فيها شغل، علشان ما تتحطش في الموقف اللي اتحط فيه اللي اشترى العربية دي، وصعب جدا ان هو يرجعها، لان العربية طالما نزلت مصر صعب جدا ان هي ترجع مرة تانية. عربية كي 3 2019 فيها كارثة كبيرة، فيها شغل في الحوض وسلاح الرفرف، والعربيه حالتها سيئه جدا. طبعا العربيه اللي معانا طبعا فيها كارثه كبيره جدا وفيها شغل في الحوض وشغل في سلاح الرفرف، والعربيه حالتها سيئه جدا. صعب طبعا ان اللي اشتراها يرجعها تاني. ولما رفعنا العربيه لقينا شغل طبعا في الكارتيرات وفي سلاح الرفرف زي ما هو واضح معانا. اذا العربيه اللي معانا النهارده حالتها سيئه جدا، والعربيه دي كانت جايه من الخارج. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.